السلام عليكم. عاملين ايه؟ والله النهارده انا كنت جاي كده من مشوار، لقيت واحد بيرن عليا. فكان عنده مشكله في حته شغل كده. ودي مش اول مره تواجهني، فانا قلت يعني ايه اطلع واحاول اوعي بيها الناس. ده كان راجل، ودي كانت تاني مره او تالت مره في خلال شهر او شهرين. آه، راح جاب شغل السيراميك بتاعه. طبعا كان جابه من مكان غالي، يعني معروف جدا هو، مبقاش ليه دعاية يعني وكده، فمش هنقول المكان فين بالظبط، يعني شغل غالي جدا يعني. وطبعا واتصرف وجاب بتاع سيراميك وكده. فالمهم ان الشغل باظ. وطبعا الكارثة في ده كله ان شغل الكهرباء وشغل السباكة ما تأسس بطريقة مظبوطة. فهو اتصل بيا ووراني تصوير للشقة، يعني في غاية هقول ايه بس، يعني انا مستاء، يعني حاجة يعني. ودي كانت تاني مرة في شهرين او في شهر، او تالت مرة في شهرين يجيلي الشغل ده. فاحنا هنا بننبه على الناس اللي هي يعني، حاسس ان الصورة مقسومة نصين ولا بيتهيألي، مش عارف يعني، حاسس ان في حتة فاتحة وحتة غامقة، مش عارف ده عندنا في الكاميرا ولا المباشر كله كده. مش عارف الصوت واضح ولا لا اصلا. طب لو في حد سمعنا كده يكتب كده اذا كان الصوت واضح ولا الصوت واطي او عالي، او الصوت موجود او مش موجود. حاسس ان الصوت مش باين. ف ما علينا يعني. فهنا التوقيت جه متأخر بقى، يعني التوقيت بتاعه ده جه متأخر. فمش عارف والله، البلاط مشطف اللي هو الليزر الغالي ده، فرز اول، كليوباترا، وجايب شغل الجوهرة. طبعا اللي مؤسس الشغل كله حتى بعد ما شطب، لا في ديفيدير الديفيدير ده عبارة عن زرار بتدوس عليه وانت داخل، ينور يعمل لك إضاءة للأوضة اللي انت فيها. تخش مثلا من جنب السرير فبتلاقي المشوار بعيد عليك على الباب، فبتقفل من جنب السرير. فطبعا كل ده كله مش موجود أصلا. ده راجع لأن ما كانش فيه مشرف عنده أو حد بيشرف على الشغل بتاعه. فطبعا حصلت العكة ديت. السيراميك طالع ونازل بيطبل تحت رجليك. ف الدنيا بايظه يعني. فبيتصل بيقول لي اعمل ايه يعني فمش عارف يعني. هو خلاص كده الموضوع يعتبر بتاعه انتهى. وطبعا في ناس كتيره دخلت عنده وعيبت على الشغل، المبلط ده جايبه منين وبتاع. فبيتصل بيا بيقول لي نقدر نحل اي حاجه او نعالج اي حاجه. فقلت له للاسف، ما الحاجات دي بالذات يعني اصلا ما ينفعش فيها السيراميك بالذات. اصلك انت مش جايب دهان مثلا لونه بيج، فانت هتعدله مثلا وهتخليه مثلا ابيض او ابيض، وعايز تعدله بيج، فهنديله كازلتين بويا والموضوع انتهى. لا، ده في تكسير وفك وهد، فالموضوع كبير مش صغير وانت صارف يعني. اصل انا قابلته في الشارع وكان بيعمل محل عصير ومش محل عصير، فعجبني الشغل. انت ممكن تكون بتشوف بنظره غير نظره الصنايعي، في غير لما انت بتيجي مثلا بتشوف بنظره مهندس او راجل استشاري او الكلام ده كله. فبيجي بعد كده بتتفاجئ بكوارث، بتتفاجئ بكوارث. فدي نصيحه لبعض الناس، مش معنى ان انت شفت واحد شغال في الشارع بيركب في بلاطه عاديه، فلما هيجي يركب لك مثلا بلاطه مقاسها كبير، ما ممكن يكون مثلا لا مؤاخذه سباك قاعد شغال في الشارع فبيلم مرمى كده وخلاص. فلازم ترجع للناس اللي فاهمه او عارفه ان الراجل ده اشتغل عندها قبل كده، فعمل لها شغل مظبوط او عامل لها شغل مش مظبوط. فبتسال لان انت عينك اللي انت بتشوف بيها
من بعيد، غير عين الصنايعي اللي بيشوف وبيبقى عارف البلاطه اللي طالعه واللي نازله واللي حمها كبير واللي حمها ده صنايعي او مش صنايعي. فما تجيش انت شفته في الشارع فاتفق معاك على سعر، فرحت انت بالسعر ده، فجه راح مبوظ لك الشغل بتاعك، وتيجي بعد كده تقول الحقوني اصل انا دورت على تليفونك وما لقيتهوش. خد بالك، دورت على تليفونك فما لقيتهوش فانت جاي دلوقتي طب انت جبت تليفوني منين دلوقتي؟ دي تاني مرة او تالت مرة، انا لسه باكد على الكلام، دي تاني مرة او تالت مرة تحصل في شهر. يعني بصرف النظر عن الشغل، انا بشتغلش بايدي دلوقتي في السيراميك اصلا، لان يعني انا يعني خلاص من كتر اللي بنسمعه والاسعار اللي موجودة، فالموضوع بقى صعب. عك في عك في عك، مش معنى ان كده واحد بيحلف نفسه او بتاع، لا انا خلاص يعني بصرف النظر مريح دماغي اصلا، مريح دماغي نهائي. فطبعا انت جيت انت يعني ما كلمتني كده، انا زعلت. يعني الراجل ده لما كلمني انا زعلت، يعني ازاي حاجه زي كده انت مش مؤسس لها؟ الشقه ارتفاع الشقه من الارض 25 سنتي. اصل السباك دخل، ولما دخل السباك لقى الارتفاعات بتاعت الصرف بتاع البيبه عاليه، فاشتغل عليها. طب انت ما كسرتش ليه؟ ما كسرتش ووطيت البيب ليه؟ لما تخش الشقه بتاعتك تلمس السقف بايديك، والمبلط جاي من اخر الطرقه نازل بدماغه بيكسر في البيبه، عامل ميل في الطرقه بتاع حوالي 10 15 سنتي ليه؟ ده مش مبلط خالص. وبقت ظاهره بقى، بقت ظاهره موجوده. يعني واحد مثلا يروح يغرم 30 40 الف جنيه في شويه سيراميك واسمنت ورمله ومبلط، وفي الاخر يلبس في حيطه، عشان مفيش يعني. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني تشوف حد بيفهم وتساله قبل ما تخوض التجربه ديت وترجع بعد كده اصل المين الحمام خرج لبره، اصل الميه مش عارف ايه، اصل البلاط مش عارف شكله عامل ازاي. انت المفروض كنت سالت في الاول، المفروض كنت سالت في الاول اي حد بيكون فاهم، مقاول شاطر، واحد بيكون بيشرف على شغل، مهندس يكون محترم. اكيد مش عشان توفر في حاجه فتبوظ حاجه تانية. فده كان، فطبعا انا يعني زعلت. فطبعا يعني هنحاول نوصل المعلومات ديت بطريقه برضك. يعني لو دخلت على اليوتيوب في رابط هسيبه انا تحت، هتلاقي في برضك توضيحات لشغل الرخام والكلام ده كله. إن انا بعدت تماما عن مجال السيراميك ده خالص خالص. يعني حتى لما بيجي لي شغل ببقى انا مشرف عليه برضه، باجي يعني بجيب ناس وببقى انا مشرف عليه عشان الحاجه دي ما تبوظ، الحاجه دي مكلفه. فانت ما تجيش بعد ما شغلك يبوظ بتتصل بيا بتحزنني انا بقى، اصل انا ما لقيتش رقم تليفونك، اصل انا كنت بدور على تليفونك وما لقيتهوش. الكلام ده كله يعني مخلل. لو عايز توصل ليا او لغيري هتوصل. لكن انت لما شفت واحد في الشارع بيعمل محل عصير ولا محل فراخ ففرحت بيه، جايب دلوقتي بتقول مثلا اصل ده ما كنتش اعرف. فيا جماعه نخلي بالنا، نصيحتي نخلي بالنا. البند ده خطير جدا، من اخطر البنود. بند السيراميك خطير جدا. النصيحه هنا بتقول ان البند ده خطير جدا، ده مش شويه نقاشه انا هاجي اغير اللون فخلاص الموضوع انتهى. ده سيراميك، سيراميك غالي، المهندسين بترميه دلوقتي للصنايعيه من غير ما تكسب فيه. بيقول لك هم ونزاع، انا هكسب في الالمونيا، هكسب في الالمونتان قصدي، هكسب في النقاشه، لكن ده بند بيبقى بالنسبه لهم خسران، بيجيبوا بيديله اللي هو عايزه كسعر سوق، بس تعمل لي شغل مظبوط عشان ما اخسرش فيه بعد كده وارجع بعد كده اقول يا ريت اللي جرى مكان. المهندس نفسه بيبقى خايف، بيحاول يريح الصنايعي على قد ما يقدر. يجي بقى صاحب الشغل او العميل بيشغل دماغه بقى، يقول لك اشغل دماغي انا لما اجيبه في 2 جنيه ولا في 3 جنيه ولا في 5 جنيه يبقى انا كده نجحت. واصبح الناس برضو يعني في ناس برضو مش عندها ذوق، بتشوف الشغل بالشقلوب. يعني بتشوف الشغل مش بالشقلوب. يعني ايه بتشوفه بالشقلوب؟ هو حلو كده، مش زي زمان يقعد كده يحسس للصنايعي على الحيطه يقول له دي عاليه ودي واطيه، والصنايعي كذاب بتبص لي بيكذب يقول له لا اصل البلاطه ديت فرزها رابع، اصل البلاطه دي فرزها تاني، اصل البلاطه دي فرزها اول، اصل البلاطه ديت مش حلوه، ما بيش يعني مش هي دي اللي موجوده في السوق. بيقعد يبرر، والعميل او الزبون بيصدق الكلام ده،
بيصدقوا عادي، وبيستلم شغل على هذا الوضع. الذوق انتهى، يعني الذوق ده من التسعينات واحنا طالعين كده عمال كل شويه بينقرض، متفهمش فيه ايه. اهو الراجل مركب سيراميك خلاص زي الفل، الراجل خلاص قفل شقته. سيباكا علية الاسرف وطية الاسرف مش في دماغه، طلع 30 عربيه رمله فوق السطح، فوق في الشقه بتاعته، عشان صرف البيبه عالي. الصنايعي السباك كسل إن ينزل المنور بره يوطيه، فالشقه خدت كده 15 متر رمله. مش في دماغه، ناسي مش في دماغه، قرب من السقف وجه المبلط تشتغل وقرب من السقف عادي. خد ميول الاوضه كلها على الاوضه من جوه، مفيش مشكله. جه بتاع الجبسون بورد نزل من فوق 20 سم، بقى قاعد في علبه سردين، فعادي بالنسبه له. في الذوق بتاع زمان ان انا ابقى قاعد في براح كده ليه كل ده ليه؟ تفهمش مفيش رقابه، او هو مش تفهمش. المفروض يبقى واحد معاك بيفهم، قريبك يكون ليه في المعمار بيفهم، واحد يكون بيفهم، مش هيروح يرتشي من التاني طلع له 3 4 جنيه في المتر عشان خاطر هو، والشغل يتنيل على عينه ويحصل اللي بيحصل اليومين دول. فارجوكم يا جماعه، يا جماعه ارجوكم قبل ما تدوروا على حل للمشكله، فكروا الاول قبل ما تقعوا في المشكله. مش هقدر اقول اكتر من كده. وان شاء الله في فيديوهات، انا ان شاء الله انا من بعد الموضوع ده ما حصل وشفته، ازاي هعرفك بقى ازاي تبدا في الشقه بتاعتك، وازاي تنهي في الشقه بتاعتك او الفيلا بتاعتك، تبدا منها منين وتنهي فين. تبدا بايه الاول؟ بالكهرباء الاول، بالسباكه الاول، بالسيراميك الاول، بالكلام ده كله. كل ده هنشرحه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، وممكن تلاقوا منها موجود على اليوتيوب برضه، عشان ما حدش يقع في نفس الغلطه دي. انا حاسس ان الصوت مش واصل. عامة انا ايه يعني، هراجع الفيديو برضو تاني، لو ما وصلش اللي انا يعني المعلومات اللي انا عايز اوصلها لكم، هحاول انزل لكم فيديو تاني، بحيث ان انتوا بعد كده تخلوا بالكم من النقطة دي كويس جدا. بقول لكم دي تالت شغلانة او تالت شقة تبوظ في شهرين. يتصل بيا العميل او الزبون يقول لي يا فلان اصل انا، وهي نفس النغمه، اصل انا دورت على الراجل. لا ده انا موجود على، ده انا 24 ساعه على النت، فيديوهات وقصص. يعني انت لو بعت لي اي رساله على على القصص او على الريلز هتلاقيني موجود. انت استرخصت، معلش انا، انت استرخصت، او بلاش استرخصت عشان في ناس بتزعل من الحقائق. انت ممكن تكون استقربت الوضع يا باشا. انت دافع فلوس مش قليله، دافع مبالغ، دافع لك بتاع 15 20 الف اقل شيء، وغير الاسمنت والرمله والمصنعات اللي انت بتدفعها. اقسم بالله واحد، اقسم بالله والله كمان مره واحد كلمني على شغلانه من شهرين 3، كلمني وطلعت عملت له المقايسه سباكه وسيراميك، وقفت في زوره 5 جنيه، 5 جنيه في المتر. والشغلانه كلها ما كانتش عامله 50 متر مثلا ولا حاجه، يعني ضرب 5 في 50 مش ب 250 جنيه. المهم اتصرف وجاب واحد، الشغل كله باظ. لقيت صاحبي اللي موديني اللي بيقول لي لا ده سعيد حصل كذا كذا كذا، مش شكرانيه في نفسي، اللي بتحصل مع ناس كتيره جدا. راح عملها وعايز ياخد منه ال5 جنيه تاني، الراجل قال له لا خلاص انا شغلي باظ. يعني بعد كده اللي هو رايح له ده عايز ياخد ال5 جنيه بعد ما الشغل اتنيل ب60 نيله. اقسم بالله هذا حصل. فبقول له شفت؟ قال له بقى هي غلطه وعدت، غلطه بقى والحمد لله على كده اهو. انت اللي يعني، في الناس هي اللي بتحط نفسها في المواقف دي، سواء كانت انها بتستقرب او بتسترخص، او مثلا مواعيد الشغل بتاعتك انت شكلها ايه. ما ممكن يكون انت عندك شغل فالتاني ما بيصبرش على اللي جاي، مثلا نقاش جاي له محترم، فيقول لك يا عم هات فلان. فاهم انت؟ طب مين فلان ده؟ اصل كان بيعمل محل في الحته الفلانيه النقاش ده. لا انت طالما عرفت ان في صنايعي محترم لازم تصبر عليه. ده اعرف ناس كانت بتشتغل في الجبس، اقسم بالله كانت بتدي ميعاد بالشهر وبالاتنين. والله ده بقى محترم، عندي شغل فاصبر عليا شهر ولا حاجه يكون ربنا كرمني وفضيت. حتى الكلام ده كله في المكاتب الهندسيه.